من وفاء الحيوان. كان لأحد الفرسان جوادا رباه في بيته، وتعهد بالرعاية منذ الصغر. فنشأ الجواد عالي الغامة غوي الأرجل سريع الجري. كان الفارس يمتطي جواده في المعارك، وكان الجواد يعود به من كل معركة ظافرا منتصرا. كان الفارس يرعى جواده غاية الرعاية، ولهذا أحب الفارس جواده وأحب الجواد صاحبه. وذات يوم خرج به الفارس، وكان الأعداء يراقبون حركته من بعيد، فأعدوا له كمينا وأسروه، ثم انهالوا عليه ضربا حتى غشي عليه، وأخذوه وقيدوا يديه ورجليه، وربطوه في شجرة ربطا محكما، وربطوا الجواد إلى جواره. تألم الفارس وأصبح يئن. حزن الجواد للفارس فلم يهدأ، وأخذ يجذب رباطه حتى نزعه، ثم تقدم نحو صاحبه يحاول فك الحبال، وبذل جهدا كبيرا حتى تساقطت أسنانه، ولكنه نجح أخيرا. ثم أسرع فحمل فارسه من حزامه ومضى به وهو في غاية التعب، حتى وصل به إلى داره. وهناك وقع الجواد على الأرض من شدة التعب، يقول: لا بأس، لقد أديت واجب الوفاء نحو صاحبي. والآن أيها المشاهدون، سوف أسألكم بعض الأسئلة في داخل الدرس. هيا لنبدأ. رعى الفارس جواده، فما أثر تلك الرعاية في الجواد؟ السؤال الثاني: كيف تمكن أعداء الفارس من أسره؟ لقد بذل الجواد جهدا كبيرا ليفك أسر صاحبه. كيف عرفت ذلك؟ كيف رجع الفارس إلى أهله؟ لا بأس، لقد أديت واجب الوفاء نحو صاحبي. من القائل؟ صفي الجواد بعد أن اكتملت تربيته. شكرا لكم أعزائي الطالبين والطالبات.
على المشاهدة، وشكرا جزيلا.